هاي بنات، ويلكم باك تو ماي channel. اليوم مصورت لكم من غرفتي لأن حان الوقت ان انتو تعيشون معاي يومي، تدشون معاي يومي. وما ادري ليش احس انه خلاص الحين هذا الوقت المثالي اللي تدشون فيه معاي، لان احس الفترة الاخيرة واجد قاعدة اعرفكم على نفسي وعلى الفيرجن الجديدة من نفسي. فاحس اليوم خلاص انتوا لازم تعيشون معي يومي. تخيلوا انا قاعدة افكر اي يوم اصوره فلوج، لان الصراحة ايامي اكيد مو كلها متشابهة تبون الصج. المهم فامس وانا قاعدة بريحاتي وقاعدة اطبخ عشاي، وطبعا هذه احلى فقرة بالنسبة لي، احلى فقرة، قمة الحميمية مع نفسي وانا اطبخ عشاي. وانا قاعدة اطبخ دقت علي بنت اختي قاعدة تقول لي خالتي ايش رايك تروحين معانا وينترلاند؟ هذه مثل عندنا مدينة ملاهي. تخيلوا بنات، الحين صار لها 3 سنين عندنا بالكويت ولا مرة رحت لها، فاليوم أول مرة راح أروح لها. أحس ماكو أفضل من هذا اليوم، فباخذكم معاي. وليش الحين أنا مصورت لكم من غرفة النوم؟ لأن أبي أشوف شنو راح ألبس. طبعا واحدة من الفقرات اللي أنا حيل أحبها اللي هي فقرة الستايلينج. زين، مع انه ما اشوف ستايلي اقوى ستايل بصراحة، اوكي مكياجي ممكن زين، بس ستايلي الصراحة ما اشوفه كذي. بالعكس واجد احب استعين بخدمات الستايلست. احب يعني صدق اعين ستايلست وتلبسني، واهم شيء تعرف ذوقي. المهم فحاليا يعني عادي طلع ناس كذي، اكيد مو محتاجة ايش دعوة ستايلست، بالتالي انا راح البس نفسي. وليش اقول لكم هذه احلى فقرة؟ لان صج انا عندي احلى شيء اني احب اتعامل مع التشويسز اللي عندي، يعني احب التشالنج بهذا الموضوع. فبفتح كبتي، طبعا ما راح افتحه وياكم لان مو كل شيء مرتب نفس ما انا ابي. بصراحة حيل حيل قاعدة افكر ان انا بعد اوسع عندي المكان، فان شاء الله هذه شغلة نشتغل عليها بعدين، ويمكن بعد اخذكم فيها معي. المهم الحين خلوني اوقف شوية تصوير ادور لي لبس، وبعدين راح ارجع لكم باللبس اللي انا بروح فيه واللي راح يكون مناسب حق مدينة ملاهي. وهذا هو اللوك اللي طلعت فيه. الجو عندنا شوية مو مفهوم الصراحة. تخيلوا ان الحين يعني راح ينزل لكم الفيديو 1/12 وللحين ترى مو برد، للحين ما قاعد نلبس جاكيتات. يعني انا لحد الحين ما طلعت اللبس الشتوي هني عندنا بالكويت. الجو غريب، يعني شفت درجة الحرارة انزل درجة، يعني على الساعة 11 راح تكون 19 درجة. ما احس اني محتاجة جاكيت. هم انا بعد ما احب الجو الاوفر دافي، لان احب استانس بالبراد، عرفتوا؟ فهذا هو الهودي، رحمت وياه هذه الجنطة لأن أبي أتحرك على راحتي، أبي ألعب، أبي الجنطة عادي تكون موجودة. شوفوا شكل الهودي من ورا حالاته. هذا خذيته من اوف وايت، وحطيت معاه جينز، يعني ما ادري اذا مبين بنات ولا لا، بس حطيت معاه كذي جينز اسود. احب جينزات امريكان ايجل لان تكون ستريتشي ووسيعه. فيعني اللبس بنات انتم مو متخيلين ايش كثر مريح. ويعني وهذا هم بعد واحدة من الأشياء اللي لازم تكون بلبسي، خصوصا أحس عقب ما عديت 28 إن لبسي لازم يكون مريح. والله يعني ما أفهم إذا بلبس نفسي شيء مو مريح. ما أفهم يعني. أصلا حتى لما أشوف مسلسل أو فيلم وأشوفه والله قاعد تلبس كرسي وقاعد تلبس ما شنو يصير فيني، ليش حطيت لون الحجاب اوف وايت عشان يمشي شوية مع لون الجنطة، لان انا ما احب اخلط درجات مثلا الابيض الكول مع الابيض الورم، عرفتوا؟ عندي هذه المشكلة. يعني صدق انا عندي تناسق الالوان، عندي يا مشكلة. المهم فبروح الحين اكمل ميك ابي واطلع لكم باللوك النهائي. باجي التصوير راح يكون بالسيارة، ويا رب يا رب تكون الجودة بالجودة اللي أنا أبيها، لأن هم غير موضوع تناسق الدرجات، عندي مشكلة بنات مع جودة الفيديو. والله العظيم ترى أنا عادي أحيانا أكون سجينة نفسي بالمحتوى، بس لأن أنا مو عاجبتني جودة وكواليتي الفيديو، مع أن أوريها، شو أقول لكم، أوريها خواتي رفيجاتي، أوريها المانجر مالتي تقول لي حلوة، بس أنا أحس لا أقدر أقدم أكثر. فيا رب يا رب
الجودة اللي راح اصورها لكم تكون مناسبة، واذا ما كانت مناسبة ما عليه، تحملوا بنات، لان راح تكون بتليفوني. ويعني الصراحة بنات، انا من الرهاب الاجتماعي اللي فيني استحي اطلع كاميرا شي قدام العالم والناس. يا اخي استحي حتى اطلع هذا الترايبود واقعد اصور، استحي. فيعني راح تشوفوني يعني على ارض الواقع. بس يعني حاسة انه الروح اللي مع بنات اختي وعيال اختي، يعني احس انه لا عادي راح تشجعني وتقول لي يعني لا عادي خالتي يلا، يعني راح تطلعني برا مخي، فهمتوا؟ ودائما انا احتاج ناس تطلعني برا مخي، عرفتوا؟ وانصحكم يعني حق اي وحده عندها الاوفر ثينكينج نفسي انزين، وتكون احيانا سجينة افكارها، دائما خليك مع ناس لطيفين تحبين الكومباني مالتهم، عشان تطلعك برا مخك بامان، تطلعك برا مخك وهي قاعد تفهمك. يعني مو تقول لك لا راح تسوي شيء وما لي شغل، لا 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 لا، بالعكس يعني طلعت برا مخك بطريقه حيل حلوه. وصدق يعني الحمد لله هذه اللغه اللي انا محصلتها مع خواتي ومع بنات اختي. يعني ما اقول لكم ان هذه اللغه كانت دائما موجوده بصراحه، بس شوي شوي قاعدين نكتسبها. وصدق قاعد اشوف بيتنا صدق قاعد يتغير، وقاعد تصير عنده هذه اللغه اللي مراعيه حق المشاعر، اللي فيها تفهم حق شعوري، فاهمين علي؟ المهم، فبس الحين خلوني اروح اكمل ميك ابي وارجع لكم باللوك النهائي. احس لوك اليوم خليني اوفر بيضة، يعني مستغربة. يعني الصراحة انا احب ان لوني يكون شوية مور تاند. المهم الحين خلصت لبسي، خلصت ميك ابي. هذه خيارات ميك اب اليوم الصراحة معيود بما فيه الكفاية. يعني لا اشوف واحدة تقول لي حطي لنا الطريقة، لانه موجودة الطريقة باكثر من فيديو. وهذا اصلا سبب تغييري حق فيديو اليوم، ان ادري ان في بنات يقولوا لي لجين خلاص نبي شيء جديد، يلا ورينا جانب ثاني من نفسك، فعشان كذي يعني. المهم فالحين بركب السيارة ويلا تعالوا معي. ما ابي اقول لكم ايش كثر من زمان ما طلعت والله. يعني بنات انا اخر مرة معبية سيارتي من 3 اسابيع، والله العظيم اخر مره معبيه بنزين سيارتي والله العظيم من 3 اسابيع. اي يعني فخلاص يعني قلت راح اعبي بنزين وبروح اشتري مشروب. وطبعا معاي مطارتي الباف. الله حدي اليوم مستانسه ان شي لبسي فيه وردي، ما ادري صايره اميل هالمره حق هذا اللون. الحين بعبي بنزين. طبعا نفس ما انتم ملاحظين ان نزلت التليفون، لان السوشيال انكزايتي لابد انها تشتغل. يا أخي أنا والله العظيم أنا من الناس اللي مو محرجة، لا مو محرجة، ولكن أستحي من إن أنا يعني تكون وظيفتي كونتنت كرييتر. ساعات يعني صدق والله العظيم أقول هل هو تواضع، هل هو إحراج، هل هو مستحى؟ أحسه يمكن مستحى على تواضع، لأنه ما أدري ليش أحس الناس من تدري إنه مثلا صانعة محتوى يتغير شوية تعامل، وأحيانا أبي بس أحصل تعامل إني أنا إنسانة، يعني ما بشي زيادة، عرفتوا؟ يعني ساعات صدق شيء مو حلو إن تحسون مثلا شيء نفس كذي معطيكم احترام أكثر، مو إنسانيتكم أو طريقة تعاملكم مع الناس هي اللي معطيتكم احترام. فهمتوا علي؟ يعني ما أدري، ما أخفيكم أكيد هو شيء حلو، يعني والله أكيد شيء حلو، ما راح أقص عليكم. بس يعني ما أدري، مو دايما. يمكن أنا بهذه النقطة أوفر متواضعة، ما أدري. وأحيانا ترى التواضع بزيادة ترى مو شيء حلو باي ذا واي يعني، فما أدري. المهم طبعا هذه الأغاني اللي قاعد أشغلها اكشلي مو هذه. أحب على طار التواضع خلي أقول لكم شنو الهبة اللي أنا الحين حابة فيها. أغنية بلا ولا شي، أحبها، وأحب طبقة الصوت اللي تطلعها مني، لأن اكتشفت إنه في طبقة صوت هي اللي تصلح علي يعني. يلا خل نعبي، خل ندفع قصدي عشان نروح نستلم القهوة. مش لا حدا الفي. يلا تمام، ثانك يو. يلا نروح ناخذ قهوتنا. احس انه برطب بعد شفايفي، ان شاء الله تكون الماتشا مالتي خلصت. طبعا لازم تدرون انا كل المنبهات بانواعها توقف من تغيب الشمس، خلاص ليش ما له داعي، ليش نخرب سايكل النوم مالتنا. وبقول لكم بنات طبعا انا حيل متعوده ان انا اسجل بالسياره، لانه احب
اي جورنال بالسيارة، يعني بفيديوهاتي، فهمتوا؟ احب يعني انا احس ان هذا المكان الامن مالي الصراحة من بعد غرفتي. حتى راح تشوفون السوالف والافكار، يعني كأني صدق قاعدة اكتب حق نفسي، لان انا اصلا متعودة ان انا اي جورنال بسيارتي من خلال الفيديو. وصلت الماتشا. هلو هاي ماتشا رايت؟ ثانك يو سو ماتش. زين، وهذه ماتشتي. الصراحة كثر ما قاعدة أقدر. الله، اسمع هذه الأغنية أنا أشغلها لكم. بلا ولا شي ولا شي تاينود بالفي ينشلى حدها الفي، حبيني وفكر شوي. ما عليه الستاند من شيء يعني كيفكم. شوفوا إضاءتي الخيالية اللي أصلا قاعدة تشب بالظلمة. زين، المهم الحين أنا بالسيارة وصلت، وأختي تقول لي لا تجون نزلي عادي يعني والله تمشي هناك. نعم، والسوشيال انكزايتي شنو أسوي فيها أنا؟ طبعا عدوا كم مرة قلت سوشيال انكزايتي، بس لا 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 لا. ألبس خواتمي، أفتح تيك توك، أطالع، اخلص السيرشات اللي علي، اخلص الاديتنج اللي علي، ولا اني انزل. اقدر انزل، عندي رجول اقدر امشي، بس الشعور اللي احسه مو اوكي، فبس راح انطرهم. اوكي يلا، احنا الحين بونترلاند. اعرفكم على عيال اختي، بس راح اخشهم عشان خايفه الشهرة تلحقهم. سعود شلونك؟ زين. انتي حصونه شلونك؟ ما سألتوني شلوني. ماما كاه التليفون. انا ما سألتوني. يلا تعالي. يلا حصونة تقولنا بنعيد. تعالي حصونة هيونة. يلا انزين، شو اخباركم؟ تمام والله. مستعدين حق وينترلاند؟ حدا بس لا شنو؟ احس بطني تعورني. وانتي بطنك شلونها؟ تمام والله. انت سعود شلون بطنك؟ والله قاعد اساوي احس بتوه. والحين بلش وقت اللعب. الصراحة حيل استانست، خصوصا ان لما شفت عيال اختي نسيت كل الانكزايتي. وصراحة عندنا بالكويت هني حيل يحترمون الخصوصية، فصدق كنت ماخذة راحتي على الآخر الحمد لله. حد استانست من الفيرجن اللي طلعت معاي هناك. المهم فكملت مشينا لعبنا، وبعدها رحنا حق العشاء. وطبعا راح اتعشى شاورما مع كل اللي موجود. معلش احيانا نروح تحتاج شاورما. الحين احنا قاعدين وقت العشاء. زين، تعشينا خلصنا والحين نبي نسولف. مزهبت لهم اسئله من شات جي بي تي، راح اعرفكم على اللي بالطاوله معاي بس هم ما يبون يطلعون. زين، نبدا بحصون. اوكي حصون، نبدأ بحصون انا وامها. اوكي خلاص نبدا بام حصون. تحيه اللي قاعدين، تحيه. هاي انا حنان. عمري الزهور. لا لحظة. اوكي. عمري 36. انا اكبر من لجين، عندي 3 اطفال. معلمة لغة انجليزية. ما هي التحديات اللي تعتقد ان احنا نواجهها كعائلة وكيف يمكننا التغلب عليها؟ يعني التحديات خلينا نقول اللي بزوارتنا لتسي. انزين، نواجهها كعائلة وشلون يمكننا التغلب عليها؟ كعائلة يعني بالزوار ولا عموما كعائلة؟ كعائلة بالزوارة اللي رايحة. التحديات اللي بالزوارة سهلة، اني اخذ المايك. المايك يا جماعة هو ان تاخذين دور بالسالفة، ما في دور بالزوارة، ما في احد ما شفتوا ما تفضلي. مايكي انا شاريته. والشطر الثاني من السؤال شلون يمكننا ان نواجه هذا التحدي؟ عن طريق توزيع الادوار، او انك تكملين الثيرابي. نكمل بالثيرابي. يلا الحين دور سعود. اوكي يلا سعود، بحط لك المايك، انت قول كم عمرك، تبي تطلع بالفيديو؟ اوكي اكيد. اوكي سعود قول كم عمرك، وسؤالك هو منو احسن خالة؟ عمري 7 واحسن خالة اخذت الأجور. الله طبعا عارفة اجابة السؤال. ابدا. وليش انا احسن خالة؟ عشان تحطين بالفيديوهات
وتسوي لي يوتيوب وتخليني فيمس. الله الله الله، هي بس كلها اجابات يعني شو اقول لكم انانيه. يلا حصون، اختاري سؤال من 1 لين 30. اذا كنت تنوي يعني حصون، اذا انت تبين تسوين الحين فعاليه عائليه، شنو الدور اللي تبين انا اخذه؟ شنو الدور اللي تبين انا اخذه بالفعاليه العائليه؟ الهوست. صدق عادي اقول. اي عادي. سؤالها. أحس شنو الدور اللي تحسين انا اخذه فعاليه خوالي؟ أحس مذيعة. مذيعه؟ أحس خالتي لجون تسولف واجد وتضحك حيل صدق؟ حيل. تشوفي كذي؟ أي. انا ما ادري ليش احس كذا مسبه زين. لا مو مسبة، أحسها يعني سوالفها واجد من كثر طلعاتها وسفراتها وما شنو، يعني والله ما أقول. وشنو بعد؟ إيه أحس يعني يمكن نقعد يوم كامل نسمع سوالف خالتي لجون. اوكي. وهذا فلوج اليوم البسيط، ان شاء الله استمتعتوا فيه. قولوا لي شنو اكثر بارت حبيتوه بهذا الفلوج، وبس نشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه.